السلام عليكم، اهلا وسهلا. كنتمنى تكونوا بخير ومرحبا بكم في فيديو جديد من مطبخ انس. اليوم ما شاء الله غادي نوجد معكم واحد المملحه اللي هي سهله بحجم عائلي، كتحضر بسرعه بحشوه بنينه وعجينه سهله بمكونات بسيطه. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم الوصفه ديال اليوم، وكنتمنى تبقاو معايا لاخر الفيديو وما تنساونيش من التشجيعات ديالكم. شكرا لكم. وندوزو على بركه الله المكونات وطريقه التحضير. اول حاجه غادي نبداو بالحشوه. هنايا في المقله عندي بصله وفلفله حمراء اللي مشلضين رقيق مع واحد الكميه ديال اللحم المفروم، تقريبا 200 غرام هكاك. زدت معاهم شي شويه ديال الزيت ونبدا كنشحرهم مزيان على نار متوسطه، وانا كنحركها يعني باش ديك الكفته كتفرتت وكطيب مزيان. ملي كيتشحروا مع بعضهم مزيان كنزيدوا واحد الحبه ديال مطيشه محكوكه، طماطم مبشوره، ونبدا كنحرك. ممكن تستعملوا الطماطم الجاهزه الا بغيتوا. عندي هنايا طماطم طريه خليتها حتى دخلها طيب مزيان داك الحشوه كلها. وغادي نزيدوا واحد الحبه ديال الجزر مبشور في الحكاكه رقيقه من الاحسن، كيجي رائع وكيذوب وما كيبقاش باين نهائيا، كيعطي واحد اللذه زوينه. من بعد غادي نزيدوا الكورنيشو اللي مقطع عندي طريفات صغار اختياري. عندي التوابل والملحه، توابل عاديه غير الابزار والخرقوم والتحميره وشويه ديال سكينجبير وشويه ديال قزبر يابس ومطحون. زدنا شي شويه ديال المليحه صافي. غادي نحركها دابا مزيان تنشوف الحشوه ديالي صافي راها ناشفه وداك المكونات كلها منسجمه مع بعضها، ونخليها جانبا. في نفس الوقت كنحضروا العجينه ديالنا، يعني انا هاد العجينه عجنتها وداك الحشوه راها كتشحر. المهم غادي نديروا 3 الكيسان ديال الدقيق الابيض وكاس واحد ديال الدقيق الفينو اللي هو السميد الناعم. هكا نحركوه واحد شي شويه ونزيدوا دابا هنا عندي معلقه كبيره ديال الحليب بودره، حليب مجفف بودره، ومعلقه كبيره ممسوحه ديال الخميره ديال الخبز. غادي نزيد شويه ديال الملحه جانبا، ما نديروهاش حدا الخميره. وعندي هنايا ابيض ديال البيض، ها هو الاصفر ديالها غادي نخليوه جانبا، والابيض نضيفوه مع العجين كذلك نضيفوه في الجنب. وعندي هنا 4 كاس ديال زيت الزيتون، ممكن زيت نباتي الا بغيتو. دابا عندي الماء دافئ، غادي نوضعو اولا في البلاصه فين درت الخميره ونكمل العجين عادي. في اخر مرحله مهم انا حسيت غير العجينه شويه خفافت، زدت واحد المعلقه كبيره ديال الدقيق ودلكتها مزيان. هذا هو القوام. العجينه تبقى مرخوفه ما تكونش قاصحه، عجينه مرخوفه صافي. دابا غادي ندهنها بشي شويه ديال الزيت، نغطي عليها ببلاستيك، نغطيه عليها بثوب ونتركوها تختمر. نخليوها تختمر حتى يضاعف الحجم ديالها. في نفس الوقت الحشوه ديالنا كتكون بردات. كنديها ونجيبها ونقسمها الى نصفين، نقسموها على جوج، نشكلوا كرات. كره واحده غادي نطلقوها، كره واحده نغطيوها ونخليوها جانبا. الكره الاولى غادي نطلقوها بشي شويه ديال الدقيق، عندي مخلط ما بين الدقيق الفينو والدقيق الابيض، كنرشو من التحت ومن الفوق وناخذوا مدلك ونبدا كنسرحها. وانا كنسرحها كنجبد هكا الجنيبات باش كتجي ليا على شكل مربع هكا، وكندورها. الا شفتوا كتحتاج انكم ترشوا الدقيق رشوا الدقيق، يعني ما خصهاش العجينه تكون كتلصق مع سطح العمل. ها هي شفتوا معايا رققتها واحد شي شويه. دابا غادي نهزها ونجيب الصينيه عندي مفرشه بالورق ونحط فيها داك العجينه صافي. كنحطها بهذا الشكل، جات لي على قد الصينيه صافي. دابا غادي نجيب داك الحشوه، كتكون حشوه بارده، غادي نحطها كلها ونحاول دابا نوزعها على قد هذا المربع هذا. وغادي نخليه تقريبا غير واحد نصف سنتيم هكاك في الجنب اللي نخليوه خاب. غادي نزيد دابا جبن، هانتوما شفتوا معايا وزعتها مزيان. دابا غادي ناخذ جبن مثلث ونقطعوه هكا طريفات، كيعطي واحد التعليكه زوينه بزاف هذا الجبن المثلث في هذه الحشوه هذه. بغيتوا انكم تستعملوا اي جبن اخر، جبن مبشور، جبن موتزاريلا، اي جبن اخر ممكن من طبيعه الحال. وغادي نزيد واحد الرشيشه ديال الزعتر من الفوق، ودرت واحد الكميه اللي هي لا باس بها ديال الزعتر، وكيعطي هذا الزعتر واحد المذاق اللي هو رائع في الحشوه او في هذه المملحه هذه. دابا نتركها جانبا وناخذ الجزء الثاني ديال العجين وغادي نطلقوه بنفس الطريقه كيف طلقنا الجزء الاول. دائما نرشوا مزيان الدقيق وكنسرحوها، حنا كنسرحو كنجبدوا جنيبات باش كتعطيني داك الشكل ديال مربع. نهزها بحال هكا يعني كنهزها بالمدلك ونحطوها فوق الفطيره الاولى صافي. نثبت مزيان الجناب وكنقرصها واحد شي شويه. ودابا غادي ناخذ واحد السكين ونقسم
غادي نقسمها على جوج باش تعطيني هكا 3 ديال الطريفات، وندور عاوتاني نقلب ونقطع من الجهه الاخرى بهذا الشكل هذا. غادي يعطوني ان شاء الله 9 ديال القطع. انا غادي نحيد مازال واحد العجينه من الجناب، يعني باش ما تجيش ليا غليظه من الجناب بزاف. عاد ان شاء الله غادي ندهنها بداك اصفر ديال البيض اللي خلينا من الاول، ضفت ليه شويه ديال صوص صوجا وشويه ديال الحليب، نضربو مزيان مزيان وندهنوا الفطيره ديالنا كلها مزيان مزيان من الفوق. شتو اللون اللي كنتحصلوا عليه فاش كنديروا اصفر ديال البيض مع داك شويه ديال صوص صوجا، كيعطي واحد اللون اللي هو زوين بزاف. ومن بعد زينوها حسب الرغبه، ممكن يعني ترشوا عليها اي نوع من البذور، كيف يمكن لكم تزينوها هكا بالطريفات ديال الزيتون مثلا هكا دوائر، او ممكن ديروا الجبن مبشور من الفوق. فانا هنايا استعملت جبن مبشور من الفوق. غادي نحاول انني نوزعو بحال هذا الشكل ونخليها واحد 10 ديال الدقائق. نسخن الفران وندخلها الفران يعني مسخن على درجه حراره 210 ديال الدرجات، جعل غير من التحت حتى طابت ليا من التحت، عاد شعلت عليها من الفوق. وقبل ما كنت غادي ندخلها رشيت عليها واحد رشيشه ديال الزعتر اختياري، وندخلوها مباشره للفران. ما كتاخذش بزاف ديال الوقت في الفران، دغيا دغيا كطيب. عينكم ميزانكم غتشوفوها تحمرات طابت مزيان ولات بهذا الشكل هذا. خرجوها قدموها بالصحه والراحه، راه كتجي زوينه بزاف بزاف وعمليه، وكيشوفوا معايا سهله في التحضير، ما كتاخذش بزاف ديال الوقت، ما كتاخذش بزاف ديال المجهود، وحتى في المكونات ديالها بسيطه بزاف. فتا فاش نبغيو نقدموها ضروري ما نعاودو نقطعو كيف قطعنا قبيله، يعني على التقطيعه اللي قطعنا قبيله بحال هذا الشكل. صافي راه كتجي رطيبه وكتجي هكا عامره من داخل وكتجي زوينه رائعه جدا. كنتمنى ان شاء الله هذا الاقتراح هذا يكون نال الاعجاب ديالكم. شوفوا معايا الفطيره كيفاش كتجي خفيفه، كتجي رطبه وزوينه بزاف. نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه ديال اليوم، وكنشكركم بزاف بزاف على حسن المتابعه ومشاهدتكم معايا الفيديو ديال اليوم، في انتظار دائما تشجيعاتكم القيمه اللي كنشكركم عليها. تهلاو فراسكم ونشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي وانتم بالف خير. السلام عليكم، دمتم في رعايه الله.